واش عمركم تسائلتوا علاش قالوا اللي ما صان العشرة ضاع؟ شكون ضاع وكيفاش ضاع؟ وشنو الحكاية اللي خلات هاد المثل يبقى حتى لليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بوليداتي وبنياتي اللي نوروا هاد الجلسة. اليوم غنهضر لكم على واحد الدرة في حياتنا، شي حاجة أغلى من الذهب والفضة، ولكن للأسف بزاف الناس اليوم ولاو كيبيعوها بالتراب. غنهضروا على المثل اللي كيقول اللي ما صان العشرة ضاع. شحال من واحد فينا ضاعت منه شي عشرة كان كيسحابها ما لا تساليش، شحال من صداقة قديمة تفرتتات على والو، شحال من أسرة تشتات بسبب قلة الصيانة للعلاقات. الغربة ماشي غير تمشي لبلاد الناس، الغربة الحقيقية هي فاش كتلقى راسك بوحدك واخا تكون وسط الزحام، حيت ما عرفتيش كيفاش تصوني العشرة. اليوم غنحلو صابرة هاد المجال ونشوفوا علاش العشرة هي أساس كل شي في حياتنا. قربوا عندي، الكلمة الموزونة بدات كتقطر. هاد المثل وليداتي ما جاش غير هكاك. زمان العشرة ما كانتش كلمة كنقولوها غا في الهضرة، كانت عهد وميثاق. في الزمان الغابر فاش كانت القبائل وكان بنادم كيعيش في ظروف قاسية، العشرة هي اللي كانت كتخلي الناس عايشين. كانوا كيتعاشروا في الأيام الزينة وفي الأيام الحزينة، في الحرب وفي السلم. المثل جا باش يحضر الناس من الخيانة، فاش كان شي واحد كينكر خير واحد أو كيتبدل عليه من بعد ما كيتستنفعوا، كانوا كيقولوا ليه هذا ما صانش العشرة وغيضيع. أصل المثل هو الإيمان بأن الرجولة والمروءة كتبان فاش كتصون العشرة، ماشي غير فاش كتاخد وتستافد. العشرة كانت هي الأمان، هي اللي كتخليك تنعس مرتاح وعارف باللي عندك ظهر كيسندك. تقال باش يفهم بنادم باللي راه الإنسان أغلى من كل شيء. اليوم وليداتي ولينا كنشوفوا العشرة بحال شي حاجة كنرميوها غير في النفايات. كيجي الواحد غير باش يقضي مصلحة، وملي كيقضيها كيتلاوح بحال داك اللي كيشعل العافية باش يدفى، وملي كيشبع سخونية كيطفيها برجلو. المثل تقال باش يفهم بنادم باللي راه العشرة عندها الثمن ديالها والقيمة ديالها. تقال باش يحضرنا من الأنانية ومن الزوال. راه الإنسان اللي كينكر العشرة ماشي غير كيخسر صاحبه، راه كيخسر نفسه، كيخسر الميزان ديال القيم اللي كيدير عليه حياته. بحال داك اللي كيبني دار بلا ساس كتجي أول ريح كطيحها. شنو هي العشرة وليداتي؟ ماشي هي غير مرحبا وأهلا. العشرة هي أنك تكون الخيمة اللي كتحمي صاحبك من الشمس والمطر. العشرة هي أنك تكون السردين اللي كيشد البحر فاش كيهاج عليه. هي أنك تكون الظل اللي كيبرد عليه في عز الصيف. المعنى الحقيقي هو أن الوفاء والإخلاص والتضحية هي العملة اللي كتشري بيها العشرة. اللي ما صانش العشرة كيضيع منه بزاف، كيضيع منه الأمان، كيضيع منه السند، كيضيع منه الثقة، وكيضيع منه داك الكنز اللي هو صحبة الرجال والنساء الصالحين. وكيولي بحال الشجرة اللي قطعات جذورها كتيبس وكطيح واخا تكون طويلة وعالية. غنعاود لكم حكاية حقيقية ديال جوج بنيات سميتهم سعاد ونادية. سعاد كانت بنت الزمان، قلبها كبير ويدها محلولة وكتسكت على السر وكتقاسم لقمة العيش. كانت الخيمة ديال نادية. نادية كانت بنت ناس ولكن راسها خفيف، كانت كتشوف صداقة سعاد بحال شي حاجة ديالها وصافي، ما كتعطيهاش قيمتها. سعاد كانت توقف مع نادية في الحزة واليزة. كانت فاش كتمرض نادية سعاد هي اللي كتبات معاها في السبيطار. فاش كانت نادية محتاجة الفلوس سعاد هي اللي كتسلفها وتصبر عليها. حتى فاش كانت نادية كتغلط سعاد كانت كتسترها وكتنصحها بالتهيئة أحسن. ولكن نادية كانت كتشوف سعاد بحال شي حاجة مضمونة، كانت كتستغل طيبتها وكتستعملها غير فاش كتبغي شي حاجة. واحد النهار نادية بغات تدفع لشي خدمة وسعاد كانت عندها معارف، دبرات ليها سعاد على الخدمة في بلاصة زوينة، ونادية بدات تخدم وتخلص مزيان. ملي بدات نادية كتطلع بدات كتشوف سعاد باللي قديمة وما عندهاش المستوى، بدات كتجاهلها، ما كتجاوبهاش في التليفون وكتجنب تشوفها، حتى وصل الأمر أنها قطعات عليها مرة واحدة. سعاد تألمات بزاف ولكن قالت الله يسمح ليها. دوزت نادية واحد المدة وهي في القمة ديالها، ولكن الدنيا كدور وليداتي.
نادية تعرضت لشي مشاكل في خدمتها وشي سوء تفاهم كبير. كاع أصحاب المصالح اللي كانوا دايرين بيها كلهم غبروا، من اللي احتاجت لمن يوقف معاها، لمن يستر عليها، لمن يعاونها بكلمة، ما لقات حتى واحد. تما فين تفكرت سعاد، تما فين تفكرت العشرة ديال الزمان، ولكن فات الفوت. سعاد ما كانتش بغات تنتقم، غير هي تعلمات الدرس وما بقاتش كتدخل أي واحد لحياتها. نادية ضاعت منها سعاد، وضاعت منها الثقة في الناس، وضاعت منها البركة، حيت اللي ما صانش العشرة كيجي نهار كيضيع كل شي بسببها. إيوا شفتوها وليداتي، العشرة ماشي لعبة. باش تصون العشرة ديالك هاشنو خاصك دير؟ قدر قيمة الإنسان، قبل ما تقديم مصلحتك قدر اللي واقف معاك. كون وفي، إلا وعدتي وفي، إلا حلفتي بري. تسامح، راه بنادم ماشي معصوم من الخطأ. تغاضى على الزلات الصغيرة، اسأل وتفقد، لا تخلي العشرة تبرد. سول، اتصل، زور، راه السؤال كيدفي القلوب. كون سند، فاش يشوف صاحبك الدنيا ضاقت عليه كون انت الخيمة ديالو. راه الدنيا كتجري والناس كيتغيروا، ولكن العشرة الأصيلة هي اللي كتبقى لينا في آخر المطاف، هي اللي كتخلينا ماشي غريبين وخا نكونوا في قاع البير. الله يجعلنا من صاينين العشرة ويحفظ لينا وليداتنا من النكران. قولوا لي يا وليداتي، واش عمركم حسيتوا بمرارة ضياع العشرة؟ أو العكس، واش عمركم كنتوا سبب في ضياع عشرة شي حد؟ شاركوني قصصكم في التعاليق باش نتعلموا من بعضياتنا. نتلاقاو في الحلقة الجاية مع مثل جديد وكنز جديد من كلام زمان. الله يجمع ما في الخير ويصون لينا عشرتنا. تصبحوا على خير.